محمود السيد في رحلة اليقين، في إهداء خاص للوردة التونسية الرقيقة الأستاذة فوفا. في رحلة المساء والليل والشروق، أشواق وحكايات وجولات من حروب، عاشق لأجل حبك اخترق الحواري والشوارع والدروب، طفل لأجل حنانك أعلن من كل الدنيا إليك الهروب، كاتب أراد أن يأتي بالأفكار من نسيم مدينتك، شاعر أقسم أن يجتهد ويأتي بالإلهام ليبدع في قصيدتك، عليل رفض كل الدواء فالترياق والمصل والشفاء من نظرتك، مجنون أحب الجنون بك وعشق المدي إلى نارك وجنتك. في رحلة المساء والليل والشروق، مراهق بقلب من ذهب ذهب لميعاد أحلى الصبايا، شاب عاد ليبدأ في الحب آخر حكاية، ورجلا اكتشف في نفسه ضياع ملامحه أمام المراية، شيخ أراد أن يستعيد عمره وضربة البداية، وعجوز يلفظ أنفاسه الأخيرة فأراد أن يحقق آخر المنايا. في رحلة المساء والليل والشروق، شاعر تحرك مع آخر بصيص من النهار، واستيقظ مبكرا لأنه كان اتخذ القرار، وبدأ الطريق يدفعه الإعصار، وتمنى سقوط الأمطار، ليقول لك أحبك بعدد القطرات، ليحكي لبداية المساء حكاية أحلى البنات، يحدث النجوم والقمر ويقبل الطرقات، ويأتي من الصحراء وبراحها بأغلى الكلمات، ويخاطب الحواجز ويأمل أن تطول المسافات، ويستنشق أنفاسك أكثر كلما اقتربت الخطوات. في الليل بدأ المهرجان، أداعب الناس والأطفال، أنا في بستان لقائنا حين قهرنا المحال، وأتذكر فيه لقاء قلوبنا. أنا ذاهب للأمواج فهناك كان مكاننا، ووصينا الرجل على زيادة السكر يوم تقاسمنا القهوة. ما زال البحر يذكرني بل أنه يوشوشني، أيها العاشق أنت تموت فيها عشقا، ويوما بعد يوم تحبها أكثر. في رحلة الليل، أنا بين الطرقات أتلمس كل مكان خطوت أنت فيه خطوة، العيون تسأل من هذا الغريب، ولماذا الخطوات عنوانها الحب والقوة. ومشيت بين الأسواق عاشقا أتنفس لمسة يدك بين الفاكهة، إنني ألمس التفاح في خدك وألمس الفراولة من شفيفك، ووقفت أمام محل الألبان لأتلمس العسل من عينك، ولم أنسى أن أحتضن الأرض لأن الطيبة في قلبك. في نهاية رحلة الليل كان يكفيني صوتك
ونظرة من عينك ولهفة من قلبك. عبر شباكك العالي نظرة عابرة أعادة إحياء قلب وروح وحب وعمر وبصر وعشق، عاشقا من قلب القاهرة. أنا في فرحة غامرة في رحلة الشروق، أنت يا كل أوطاني وسعادتي ملأت أوطاني. في رحلة الشروق عاد الدم يتراقص بين الشريان والعروق، وثورة جديدة تولد من الشعوق. في رحلة بداية الصباح صوتك يقول أنني حبيبك، يكفيني أنني حبيبك. في رحلة تحتاج من الحروف مئات السطور، ومن الحروف عشرات الملايين، كنت أريد أن أكتشف سر حبك، فكان لزاما على القلب أن يقوم برحلة المساء والليل والشروق والحنين، لأنها كانت ساعات بعمق الحس سأسميها وسأعلن عنها أنها في حبي لك رحلة اليقين، رحلة اليقين، رحلة اليقين. محمود السيد في 13 يناير، عن تجربة شخصية.